شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات حول النفحات الرمضانية، وكنا قد تحدثنا عن مجموعة من الغايات والحكم والمقاصد المتعلقة بهذا الشهر، والتي يمكن للإنسان أن يستثمر فيها ويعمل عليها حتى يصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المقصد الأسمى لهذا الصيام، وهو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله عز وجل نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع القرآن ورمضان، أو رمضان وعلاقته بالقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نلاحظ أن هنالك ارتباط مباشر بين القرآن وبين الصيام، ولعل الارتباط الأكبر في أن القرآن علاقته بالروح، لأنه هو روح من عند الله سبحانه وتعالى. أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والصيام أيضا في حقيقته ضغط وتضييق وعلى عوامل الجسد، أو الأشياء المتعلقة بالجسد، لترتقي كذلك إلى عوالم الروح. إذن رمضان والقرآن يلتقيان في عنصر الروح. رمضان ارتقاء بالروح، والقرآن ارتقاء بالروح. هذه مسألة مهمة جدا. لذلك الله تبارك وتعالى جعل نزول القرآن الكريم في هذا الشهر، وكأنما أراد أن يربط هذا الربط الموضوعي، الربط الذي له علاقة بموضوع الروح، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكأنما هذا الشهر هو شهر الروح، والروح لن يكون هنالك ارتقاء للإنسان روحيا إلا بأن يتخفف من شهوات الجسد وملذات الجسد، لتصفو هذه الروح وتعلو في السماوات. في نفس الوقت أيضا القرآن الكريم يجب أن ندرك بأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن، العنوان الأساسي للقرآن أنه كتاب هداية. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب عنوانه الهداية. وفي نفس الوقت في آية الصيام نفسها هنا قال هدى للناس، هنا قال هدى للمؤمنين، وهنا قال هدى للناس. فهذا الكتاب هدى للمؤمنين في بعض جوانبه، في الجوانب الإيمانية التي لا يستفيد منها إلا من آمن، كتلقي الأحكام وقبول أحكام الإسلام والقيام بالشعائر التعبدية التي يقوم بها المسلم. وهنالك جانب آخر فيه هداية للناس، مثل قضايا البينات وقضايا الإعجاز وقضايا العلوم وقضايا المعارف، هذه التي لها علاقة بالتصورات المعرفية والتصورات العقلية والتصورات الفكرية. هذه يمكن للإنسان حتى لو لم يكن مسلما فسيجد فيها مساحات من الهداية. فالله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه كتاب هداية، وأنه كتاب هداية للناس وهداية للمؤمنين، فتجتمع في هذا القرآن. لكن لا بد للمسلم أن يستحضر هذا المعنى وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الذي سنهتدي به في القرآن من خلال تدبرنا، من خلال تلاوتنا، من خلال تعلمنا، من خلال مدارساتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ القرآن سيهديك إلى ما يمكن أن نسميه بفلسفة العلوم والمعارف، فيملكك القرآن الكريم ما هي الرؤية التي ينبغي أن تنطلق منها في حياتك كلها، ما نسميه نحن بفلسفة الوجود. القرآن الكريم يهديك إلى ما كنت أسميه في حلقات سابقة بسؤال المعنى: ما معنى وجودي في هذه الحياة؟ القرآن الكريم يملكك الهدايات الغيبية التي أنت لا تعرف عنها شيء. القرآن الكريم يملكك هدايات العقل وترشيده. القرآن الكريم يملكك هدايات الفطرة. القرآن الكريم يملكك حتى في القضايا التجريبية الهدايات المتعلقة بسؤال
ماذا بعد الوصف؟ فالعلوم تصف لنا الآن كثير من العلماء الذين ينشغلون بالعلوم التطبيقية يعطيك الوصف، يعطيك القوانين الطبيعية، يعطيك كيف تتكون الفيزياء، كيف تتكون الكيمياء، كيف تتكون علوم الأحياء. فهو عبارة عن شخص توصيفي. القرآن يعطيه سؤال ما بعد ذلك، بحيث هذه العلوم تتحول إلى من علوم توصيفية محضة إلى علوم سؤال الكيف. لماذا كل ذلك؟ كل ذلك سؤال فلسفي، يعني أنت تحتاج إلى سؤال عميق للأبعاد التي وراء ذلك. فكل هذه القضايا، الهدايات الغيبية والهدايات الإنسانية والهدايات الطبيعية والهدايات التي لها علاقة بالوجود، القرآن الكريم يجيبك على هذه التساؤلات كلها. وبالتالي الإنسان ليس بحاجة، ما بعد القرآن لا يحتاج إلى شيء، لأن القرآن ملكك هدايات الكتاب وملكك هدايات الميزان. والله عز وجل يقول أنزل الكتاب والميزان، فهنالك المنقول في الكتاب والمعقول في الميزان. فأنت من خلال هدايات الميزان وهدايات الكتاب لن تحتاج معها، كما كان يقول علماؤنا، كما كان يقول العلماء بأنك لن تحتاج مع علوم القرآن النقلية وإرشاداته العقلية والفطرة المركوزة في الإنسان، لن تحتاج بعد ذلك إلى منطق أرسطو أو منطق أفلاطون أو غير ذلك، إنما القرآن فيه الكفاية. وبالتالي كونه كتاب هداية لا بد أن تصل إلى قناعة أنه كتاب كاف شاف، فبه تكتفي وبه تعمل على شفاء ما في الصدور وشفاء ما في القلوب. فتتلقى القرآن الكريم بأنه كتاب هداية، وأنه كتاب شفاء، وأنه كتاب كافي في سائر المسارات، وأنه يصلح لعقائدنا وتصوراتنا، ويصلح كذلك أعمالنا وسلوكنا، ويصلح تشريعاتنا في مجالات الحياة كلها. هذا يتطلب بطبيعة الحال أن ندخل إلى القرآن في شهر رمضان دخول تدبر، لا دخول يعني إسراع وعجلة. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالتدبر هو الغاية التي من خلالها تستطيع أن تصل إلى هذه الهدايات. فإذا القرآن نحتاج إلى تلاوته في شهر رمضان. وكان السلف رضوان الله عليهم والعلماء يتركون كل شيء ما عدا القرآن، حتى علوم الحديث. كان العلماء الذين يدرسون الإمام مالك وغيرهم إنما الذين كانوا يهتمون بعلوم الحديث ويدرسونها ويتلقى عنهم الناس ذلك، كانوا في شهر رمضان يعملون على تلاوة القرآن. وكان الواحد منهم له تلاوة لتكميل القرآن، وله تلاوة لتدبر القرآن، وله تلاوة يعني بعضهم كان يختم في اليوم مرة، وبعضهم كان يختم كل 3 أيام، وهكذا. ختاما علينا أن نتذكر بأن هذا القرآن يأتي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياك أخي المسلم أن تهجر القرآن، أن تهجر تلاوته، وأن تهجر تدبره، وأن تهجر تحكيمه، وأن تهجر مدارسته، وأن تهجر الدعوة إليه. كل ذلك يدخل معنا في مفهوم الهجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل من هذا الشهر المبارك شهرا للقرآن كما هو شهر للصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلاه ما تنزل